الدنيا كلها مقلوبة الأيام دي على سيف الله المسلول، وإزاي ما تهزمش في ولا معركة دخلها طول حياته. بس تفتكروا العبقرية دي كانت مجرد خطط عسكرية وبس، ولا كان في سر تاني محدش واخد باله منه؟ انت متخيل الرقم؟ 100 معركة. مفيش قائد عسكري في تاريخ البشرية كله حقق الرقم ده، لا قبله ولا بعده. وعلشان تستوعب حجم المعجزة لازم تعرف إنه ما كانش بيحارب جيوش عادية، ده كان بيحارب أمريكا وروسيا بتوع زمنه في نفس الوقت. تخيل جيش إمكانياته بدائية جدا بيواجه أقوى إمبراطوريتين حكموا الأرض بجيوش نظامية وأسلحة فتاكة محدش شافها قبل كده. طيب إزاي قدر يكسر شوكتهم هما الاتنين في وقت قياسي؟ السر كله كان في حاجة واحدة بس، السرعة. خالد بن الوليد ما كانش بيقود جيش عادي، ده كان بيقود أشباح، جيش بيتحرك في الصحراء اللي بتبلع الخيل والرجال بسرعة جنونية. جيوش العالم كانت بتمشي في طرق معروفة وممهدة، لكن خالد كان بيختار الطرق اللي الطير ما بيقدرش يطير فيها من قلة المية والزاد. فكان بيطلع للعدو من تحت الأرض حرفياً من حيث لا يحتسبه، ودي كانت الصدمة اللي بتشل تفكيرهم قبل ما المعركة تبدأ أصلاً. عشان يتنقل من العراق للشام كان قدامه 3 طرق، طريقين سهلين بس عليهم حراسة مشددة، وطريق ثالث صحراوي هلاك ما فيهوش نقطة مية. تفتكروا اختار ايه؟ خالد اختار طريق الموت، وعشان يعيش شرب الإبل مية كتير جدا وحولها لخزانات مية تمشي على 4 رجول عبقرية لوجستية سابقة عصرها. الجيش قطع الصحراء في 5 أيام وظهر للروم زي الأشباح. وعشان احنا كمان نكمل رحلتنا، اثبت وجودك واعمل لايك واشتراك دلوقتي حالا. بس السرعة لوحدها مش كفاية، العبقرية الحقيقية كانت في إدارة المعركة نفسها. خالد كان بيشوف أرض المعركة كأنها رقعة شطرنج، كان أستاذ في تكتيك الكماشة، بيستدرج العدو لقلب المعركة وبعدين يطبق عليه بجناحين الجيش ويخنقه من كل اتجاه لحد ما يستسلم أو يفنى. أو تكتيك المطرقة والسندان، يثبتهم بقلب الجيش زي السندان وينزل عليهم بفرسانة زي المطرقة يفرمهم فرم. والأعجب من ده كله قدرته على تغيير الخطة 180 درجة في نص المعركة وإعادة تنظيم صفوفه تحت ضغط رهيب كأنه بيلعب شطرنج لوحده. خالد ما كانش بس بيهزمهم في أرض المعركة، ده كان بيهزمهم نفسياً قبل ما السيف يترفع، كان بيكسر إرادتهم بمجرد حضوره. كان بيقف قدام قادة جيوش الروم والفرس اللي بيحكموا نص الأرض ويبصلهم في عينيهم نظرة واحدة بس، نظرة كانت كفيلة إنها تخليهم يشوفوا نهايتهم فيها. التاريخ مليان أسرار زي دي، وعشان تكون أول واحد يعرفها وتفهم اللعبة صح لازم تنضم لكتيبتنا وتدوس اشتراك دلوقتي حالاً. وبالفعل قبل ما المعركة تبدأ كان الرعب دب في قلوبهم، الصفوف اتهزت والسيوف وقعت من ايديهم لمجرد انهم عرفوا ان خالد هو اللي واقف قدامهم. بس كل التكتيكات دي والرعب ده كان وراه محرك تاني خالص، الدحيح. والناس كلها ركزت على العبقري العسكري ونسيوا العابد الزاهد. خالد ما كانش بيدير المعركة من برج عاجي، ده جسمه ما كانش فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، لأنه كان دايماً في أول صف. في مؤتة اتكسرت في إيده 9 سيوف كاملين، الحديد ما قدرش يستحمل قوة ضرباته، لكن ذراعه وإيمانه هم اللي كملوا للآخر. ولما جاله قرار العزل وهو في قمة مجده وانتصاره لا اعترض ولا اتأمرد، خلع رتبته العسكرية وكمل جندي عادي في الصف، لأن اللي بيحارب عشان ربنا مش بتفرق معاه الرتب. في اليمامة حصلت الكارثة، جيش مسيلمة كان 40,000 مقاتل بيحاربوا باستماتة لدرجة إنهم كسروا الجيش ودخلوا لحد خيمة خالد نفسه. وهنا خالد عمل حركة نفسية عبقرية، فصل القبائل عن بعض، المهاجرين لوحدهم والأنصار لوحدهم، خلى كل قبيلة تحارب باسمها عشان محدش يستجري يهرب ويفضح أهله. في مؤتة الموقف كان كارثي، 3000 مسلم قدام 200,000 رومي، القادة ال3 استشهدوا والجيش كان هيتدمر تماماً لولا إن الراية وصلت لخالد. خالد عمل خدعة سينمائية، أمر الجيش يبدل الممانة مكان الميسرة ويعملوا غبار ودوشة طول الليل عشان يوهم الروم إن في جيش جديد وصل. وبسبب الانسحاب ده اللي أنقذ الجيش من الفناء، النبي عليه الصلاة والسلام سماه اللقب الخالد اللي فضل لازق فيه ليوم الدين، سيف الله المسلول. في الولجة خالد عمل حركة مجنونة، رمى جيش صغير في القلب طوعم عشان يجر رجل الفرس للمصيدة وسابهم يبلعوا الطوعم. وفي اللحظة اللي هم صدقوا فيها انهم كسبوا طلعت الفرسان المستخبية ورا التلال وقفلت عليهم المصيدة من ورا كمماشة ما تخرش المية. وفي اليرموك خبى 8000 فارس لليوم السادس، ولما هجموا هبت معاهم عاصفة رملية عمت عيون الروم وكأن الأرض والسماء بيحاربوا معاه. الضربة كانت قاضية لدرجة إن هرقل الإمبراطور الروم ودع الشام للأبد بجملته الشهيرة: وداعاً يا سوريا وداعاً لا لقاء بعده. الناس فاكرة إن عبقريته كانت مجرد خطط وحسابات، بس الحقيقة إن وقود العبقرية دي كان اليقين، يقين إن النصر من عند الله مش بالسيف ولا بالعدد. المفارقة العجيبة إن الراجل اللي عاش حياته كلها وسط السيوف والرماح وكان بيطلب الموت في كل لحظة، ربنا كتب له إنه يموت على سريره، ومات وهو بيقول جملته اللي بتوجع القلب: فلا نامت أعين الجبناء. جملة لخصت قهر المحارب اللي كان نفسه يقابل ربه شهيد. هو ده السر اللي خلاه ياخد قرارات انتحارية بمقاييس البشر، لأنه كان شايف حاجة القادة التانيين مش شايفينها،
كان شايف الجنة ورا صفوف العدو. عشان كده مش صدفة إن كليات أركان الحرب الأمريكية والبريطانية لسه بتدرس تكتيكاته لحد النهاردة، لأنه ببساطة عمل بالخيول والسيوف اللي هم بيعملوه دلوقتي بالدبابات والطيارات. دي كانت حكاية سيف الله. لو عايز تعرف أسرار باقي العظماء ما تنساش اللايك والاشتراك، وسيب لنا في الكومنتات عايز الحكاية الجاية عن مين.